قال لي يا هندسة عايز منك نصيحة واحدة بس بشرط يكون فيها الخلاصة. قلت له انت طلبت طلب صعب حبتين، بس خليني اقول لك كلمتين واسأل الله تعالى فيهم التوفيق والقبول. اسمع مني يا صديقي، كل معصية انت بتعملها وكل طاعة انت مكسل تعملها، كل حاجة من دول بتدور حول معنى واحد بس. أي معصية بتقع فيها سواء زنا أو إباحية، زنا، سرقة، قتل، أي طاعة أنت مكسل تعملها، صلاة فجر، قيام ليل، إحنا بندور حوالين معنى واحد بس، وهو قدر الدنيا في قلبك وقدر الآخرة في قلبك. ودايما الصراع اللي بيدور في عقلك وانت بتعمل المعصية أو بتاخد قرار في الطاعة بين الاتنين دول. كل ما كانت الدنيا في قلبك عظيمة وشايفها حاجة كبيرة وشايف ان انت مطول فيها، وكل ما كانت الآخرة عندك انت عارف ان هي غالية وعظيمة بس ايمانك بيها ضعيف، كأنك شايفها من بعيد قوي، ولان الدنيا هي الأقرب ليك شايفها كبيرة حبتين. كل ما الميزان ده يختل يا صديقي كل ما كل حاجة عندك تبوظ. علشان كده الحل المثالي لكل حاجة انك تضبط الميزان دوت. لو قدرت تضبط وزن الدنيا ووقتها ووزن الآخرة ووقتها، كل حاجة هتتظبط معاك. وده هيحتاج منك تفكر كتير، تدبر كتير، قراءة واعية في كتاب الله تعالى. اقرأ في كتاب الله تعالى هتلاقي أكتر ناس عاشوا في الدنيا بالطول وبالعرض، أخدوا شهواتهم، أخدوا كل اللي كانوا بيتمنوه، عاشوا وعملوا كل اللي كان بيتمناه أهل المعاصي. يوم القيامة ربنا بيوصفهم يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وفي موضع تاني ربنا بيقول: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ربنا بيعاتبهم بيقول لهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. صدقني أنا لما بقول لك امسك نفسك عن المعصية، أنا بقول لك امسك نفسك نص يوم، ساعة. لما بقول لك اثبت على الطاعة انشط فيها، مش بقول لك طيع ربنا 60 سنة ولا 70 سنة ولا 20 سنة. صدقني بقول لك امسك نفسك وطيع ربنا ساعة، نص يوم، والله هي ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. مش قادر تمسك نفسك ساعة؟ هتعدي عليك ساعة، صدقني ساعة. أضف إلى ذلك إن الدنيا وضيعة حقيرة. لما الصحابة رضي الله عنهم كسلوا عن عبادة الجهاد، ربنا عاتبهم في سورة التوبة وقال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآخرة خير وأبقى. يا صديقي اضبط الميزان، الآخرة خير وأبقى. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقل واحد في الآخرة له ملك ملك من ملوك الدنيا زي ملك سليمان و10 أمثال ذلك. مين يضيع كل دوت علشان شهوة هتخلص في ساعة؟ أضف إلى ذلك أن الآخرة دائمة، خلود فلا موت. أنت لازم تفكر كتير في كلمة الخلود ديت وتعيش معاها كتير. عارف يعني ايه خلود؟ يعني ما فيش موت أبدا، حياة سرمدية أبدية تتجدد، لا ملل فيها، لا تعب فيها، لا سأم فيها. مين يضيع ده علشان الدنيا القصيرة جدا اللي هتزول عنك بسرعة أو انت هتزول عنها بالموت عن قريب؟ خليني اختم لك بمثال في خلاصة النصيحة، ولله المثل الأعلى. تخيل إن واحد كلفك إنك تشتغل عنده في البيت وقال لك لو سمحت اشتغل عندي في البيت نص يوم، نص يوم بس أو ساعة، والأجر بتاعك 1,000,000 جنيه. إيه رأيك في العرض دوت؟ أوه عرض رهيب، أشتغل ساعة واحدة عندك هتديني 1,000,000 جنيه؟ بس خد بالك في كاميرات مراقبة في الشقة كلها، مطلوب منك حد أدنى من الشغل وحد أقصى. كل ما تشتغل أكتر هديك فلوس أكتر، وكل ما تشتغل أقل الفلوس هتقل، ولو نزلت عن الحد الأدنى المقبول ملكش حاجة عندي بل هعاقبك. أنا عايزك تتخيل إنك دخلت الشقة الراجل دوت وعارف إن الشغل المطلوب ساعة أو نص يوم بالكتير. يا ترى
هتفكر انك انت تشرب سيجارة؟ هتفكر انك انت تفتح موبايلك تتفرج على فيلم اباحي في الساعة دي والكاميرات شغالة والوقت بيضيع؟ هتفكر انك انت تشوف فيلم او مسلسل؟ هتفكر ان انت تسيب الشقة وتنزل تمشي مع بنت؟ هتفكر انك انت تضيع وقتك في معصية الله تعالى؟ ولا هتركز في شغلك الاخر؟ ده انت لو طلت ما تاكلش اصلا مش هتاكل، ولو اضطريت تاكل هتبقى عايز تاكل الاكل اسرع مما تتخيل عشان ما فيش وقت يضيع والكاميرات شغالة، علشان المليون جنيه بتزن في دماغك والساعة سهلة وهتعدي بسرعة. عارف انت ليه مش قادر تثبت؟ لانك انت لا متخيل الكاميرات مراقبة من الله سبحانه وتعالى اشد من الكاميرات، ولا مستشعر المليون جنيه اللي انا قصدي بيها الاخرة اللي هي اعظم بكتير من المليون جنيه، ولا مستشعر العقوبة. هختم لك بآيات فيها خلاصة الكلام: مراقبة، جنة، نار. آيات في سورة الانفطار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جزا الله خيرا كل من نشر هذا المقطع لله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.